كتقول صاحبة القصة: انا اختي دات واحد الذنب كبير دابا ندم عليه. كنبكي ليل ونهار باش الله يسمح ليا، ولكن هادشي ما مريحنيش. انا مزوجه دابا 10 سنين، كنت مزوجه هانيه ساكنه مع عائله راجلي. حتى ناض لوسي بغا يتزوج. ناضنا نخطبوا ليه. اول ما مشينا، الناس اللي مشينا نخطبوا بنتهم كانوا لاباس عليهم، والبنت ملي شفتها كانت كتفتن بالزين. ما غاديش نكذب عليكم، حسيت بالغيره ولكن ما بينتش. خطبنا لوسي ورجعنا للدار، وبداو لويساتي وعدوسي كيدويو على البنت اللي مشى خطبها لوسي. قالوا بلي عجبهم بزاف وكبر بيهم، بقاو داويين وانا كنت تحرق من الداخل، حيت انا بنت من عائله فقيره. ونهار جاو خطبوني درت داكشي على قد الحال. دازت الايام ودار لوسي خطبه كبيره، وبدينا كنوجدوا العرس. كنوجد معاهم في الصالون والبيت، كنبقى نبكي ونشهق على الدهاز اللي شراو لعروستهم الجديده، ماشي بحال ديالي اللي كان رخيص وحالته. شراو ليها الذهب وانا لا، واخا هادشي ماشي دوسي ولويساتي اللي شراه لوسي لمراتو، هما اختاروا معاه. كرهت العروسه باقي حتى ما كاع ما جات للدار، وزدت كرهتها ملي عرفت ملي عطاها مليون ونص في الصداق، وبلي ما عاد تكونش معانا، عاد تكون في دار بوحدها. جعرت وحررت ديك الايام في راجلي وولادي العيشه، وحتى عائله راجلي وليت على تبا معاهم. بقيت كنخمم اش ندير باش نبرد، ولقيت بلي احسن حل هو نفرتك هاد الزواج كامل. وانا نعيط على واحد بنت خالتي ساكنه في مدينه بعيده عليا. عاودت ليها لي دارني، قلت ليها بلي العروسه الجديده اتفقت عليا مع الويسات، باغيين يصديوني. المهم كذبت عليها وعمرتها باش توقف معايا. قالت لي اش بغيتي؟ قلت ليها بغيت نفرتك هاد العرس، ما بغيتش هاد العروسه تدخل الدار ولا تزوج من لوسي. وهي هنا قالت لي اش بالك نسحروا لوسك، نخيبوا ليه ديك البنت في عيني وما يبقاش باغيها. انا قبلت اصلا هادشي علاش عيطت ليها. هاد بنت خالتي حياتها كامله دوزتها عند الشوات، وكنت عارفه ملي نعاود ليها هادشي غاديه تقول لي السحور. دازت يومين جات بنت خالتي ومشينا عند واحد الشواف، عاودت ليه وطلب مني تصاور الخطبه وشي حوايج دلوسي كان يخدم بيهم، وعطاني شي حاجه نديرها في الماكله لوسي ودرتها ليه. كنت كنديرها ليه في الماكله اللي كتوجدها عدوستي بالليل باش لغد ليه كيديها لوسي مع الخدمه. بقات سيمانه العرس، جا لوسي مريض كيقول باللي فرتك العرس، ما بقاش عيتزوج وكيغوت بربي اللي خلقه، ما بقاش باغي يتزوج. جات البنت وعائلتها كيزاوقوا فيه، ما بغاش داك الوقت. فرحت اللي بغيت ليه وصلت ليه، ولكن من بعد ندمت، حتى ندمت الزغب في راسي. لوسي مرضى خايبه ولا كيطيح وكيتقيا، ما خلاو فين داوه والو، ما براش شويه صحته دهورات وهو يموت. وهنا فين مشى ليا العقل، وليت كنقول انا سبابه، انا اللي قتلته. طبعا هادشي ما فراس حد، ولكن انا راه كل نهار كنموت بتأنيب الضمير، خاصه ملي كتبدا دوسي تدعي وكتقول الله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب، وانا اللي عارفه انا السباب. حاليا متبعه مع واحد طبيب نفسي، كناخذ الدواء ديال الاكتئاب، ومع ما كنعس ما كنشوفه. كنسهر ليالي كنصلي كنطلب الله باش يغفر ليا. واش الله يسمح ليا البنات؟ واش انا غندخل لجهنم؟ اقسم بالله حتى ندمت وندمت بزاف.